العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. شفاء مريض كورونا اليوم. انخفاض الملاريا في مندفرة. ازدياد حوادث المرور في إقليم عنسبة. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية. الاتحاد الأوروبي والهند يتفقان لتكثيف التعاون الاستراتيجي. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت شفاء مريض كورونا، وبهذا توجد عدد الإصابات بمرض كورونا حتى الآن 9734 شفي منها 9631 وتوفي 103 مريض. وزارة الصحة 26 من أبريل 2022. أفاد مكتب الصحة في مديرية مندفرة انخفاض الإصابة بالملاريا بنسبة 17% العام الماضي. وأوضح خبير الصحة البيئية في المديرية السيد يوسف سبهاتو وجود مناطق تشهد تكرار الإصابات بالملاريا وتتخذ الإجراءات لمكافحتها، وأن توزيع الناموسيات ونظافة البيئة من أهم وسائل المكافحة. وقال إن الأطفال والحوامل والمسنين عرضة للملاريا، وعلى السكان إدراك ذلك والقيام بنفير أسبوعي لنظافة البيئة والاستخدام الجيد للناموسيات والإسراع لأخذ المريض إلى المستشفى. وأشار إلى قيام المؤسسات الصحية في مديرية مندفرة بدور كبير لمكافحة الملاريا، داعيا إلى دفن الحفر التي تحجز المياه وتعمل لتكاثر الناموس. أفادت شرطة إقليم عنسبة ازدياد حوادث المرور في الربع الأول من هذا العام بسبب انتهاك قوانين المرور. وأوضح مسؤول الحوادث التحقيقات السيد قرماي تسفاي تسجيل 4262 مخالفة مرورية في الربع الأول من هذه السنة، ووقوع 103 حادث مروري، ويعتبر ذلك زيادة بنسبة 37% عن الربع الأول من العام الماضي. وأشار إلى مصرع شخصين وإصابة 42 بجروح وتدمير ممتلكات بقيمة أكثر من 1,500,000 نقفة جراء هذه الحوادث. وأوضح أن السرعة الفائقة وعدم منح الأولوية للمشاة وعدم وجود معرفة بقوانين المرور وأعطال السيارات وعدم وجود إشارات مرور المشاة في المدينة، بالإضافة إلى الشحن الزائد من الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، داعيا المشاة السير في الأماكن المخصصة لهم واحترام تعليمات الشرطة. وأفادت شرطة إقليم عنسبة تسجيل 10,724 مخالفة سيارات في الإقليم العام الماضي. نظم مكتب التعليم في مديرية شامبوقو دورة تأهيلية لمدراء المدارس بهدف الدفع بالعملية التعليمية. وتضمنت الدورة التأهيلية المقدمة لمدراء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية متابعة ومراقبة العمل وإعداد الخطط التعليمية والسجلات والإدارة العامة. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محاري تشومي إن الهدف تصحيح الأخطاء وتحسين العملية التعليمية. وأشاد مدير مديرية شامبوقو السيد كحساي أسرات بمبادرة رفع قدرات مدراء المدارس وخلق فهم مشترك. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، نقل الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية عن زعيم البلاد كيم جونغ أون قوله إن بيونغ يانغ ستسرع وتيرة تطوير ترسانتها النووية، وذلك خلال عرض عسكري تضمن عرض صواريخ باليستية عابرة للقارات وأسلحة أخرى. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن العرض جرى خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لتأسيس القوات المسلحة لكوريا الشمالية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة واستعراض القوى العسكرية وسط تعثر في محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة ووصول إدارة محافظة إلى السلطة في كوريا الجنوبية. تقول كوريا الشمالية إنها منفتحة على الدبلوماسية، لكنها ترفض مبادرات واشنطن باعتبارها غير صادقة في ضوء ما تعتبره بيونغ يانغ سياسات معادية مثل العقوبات والتدريبات العسكرية مع دولة الجنوب. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنها توصلت إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يقضي بإنشاء مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الاتحاد الأوروبي والهند، جاء ذلك عقب اجتماعهما في نيودلهي. ستمكن آلية التنسيق الاستراتيجي هذه كلا الشريكين من مواجهة التحديات التي تربط التجارة والتقنيات الآمنة والأمن، وبالتالي تعميق التعاون في هذه المجالات بين الاتحاد الأوروبي والهند حسب بيان المفوضية الأوروبية. وتوقفت المحادثات التجارية بين الطرفين عام 2013 بعدما اصطدمت بخلافات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية وقدرة العمال الهنود على الوصول إلى أوروبا قبل استئنافها في عام 2021. ولطالما أكدت بروكسل إنها تأمل التوصل إلى اتفاق طموح وشامل ومفيد للطرفين مع الهند. وتأتي هذه الخطوة فيما تم تعليق الاتفاق حول الاستثمارات المبرم مع بكين في نهاية العام 2020 بسبب التوترات بين البلدين. بحث وفد الرئيس الكوري الجنوبي المنتخب يون سيوك يول مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين. واتفق الجانبان خلال لقائهما وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية على العمل للتوصل لنتيجة مرجوة بشأن تسوية القضايا الثنائية العالقة من خلال الحوار. هذا أكد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو للوفد الكوري الجنوبي الزائر لبلاده أن الوقت قد حان الآن لتحسين العلاقات الثنائية وحل القضايا العالقة بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الياباني على أنه يجب حل قضية العمل في زمن الحرب وغيرها من المشاكل العالقة بين الجانبين. نبهت الأمم المتحدة من أن تجاهل المخاطر الكبيرة للتغيرات المناخية تضع البشرية في دوامة تدمير ذاتي، مؤكدة أن العالم يعاني من تصور خاطئ للمخاطر يفاقم الأنشطة والسلوكيات التي تسبب عددا متزايدا من الكوارث. وتوقع تقرير أممي حدوث كوارث ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بوتيرة أكبر في السنوات المقبلة. وخلص مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في تقرير جديد إلى وقوع بين 350 إلى 500 كارثة متوسطة إلى واسعة النطاق على مستوى العالم سنويا على مدى العقدين الماضيين. وقال إن ذلك يزيد ب5 مرات عن المتوسط خلال العقود الثلاثة السابقة. وفي ظل تغيير المناخ من المتوقع أن تقع أحداث كارثية ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة بشكل متكرر أكثر في المستقبل. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. شفاء مريض كورونا اليوم. انخفاض الملاريا في مندفرة. ازدياد حوادث المرور في إقليم عنسبة. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتعزيز ترسانة بلاده النووية. الاتحاد الأوروبي والهند يتفقان لتكثيف التعاون الاستراتيجي. كوريا الجنوبية واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.
انتهت النشرة قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. كنت معكم حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.